أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. الإنسان المصري القديم هو أول من كرم المرأة، وهو ما لم تفعله الكثير من المجتمعات المجاورة لمصر القديم، حيث لعبت المرأة دورا عظيما في المجتمع المصري القديم. وقد ضمن المجتمع المصري جميع حقوق المرأة المادية والمعنوية، وأعطى لها حرية التصرف في أموالها وممتلكاتها. وده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة اللي أتمنى إن يعجبكم. لقد كفل المجتمع المصري القديم للزوجة جميع حقوقها المادية والمعنوية، حيث ورد في أقوال الحكماء والخطابات العائلية وعقود الزواج ما يفرض احترام المرأة كزوجة أو أم، إلى جانب رعاية مصالحها والوفاء بحقوقها. وبعقد الزواج تصبح المرأة زوجة شرعية تستحق مهرا، ويصبح على الرجل أن يصرف عليها طوال حياتهما معا. وكان للزوجة ذمة مالية خاصة به، وكانت أموالها وأملاكها الخاصة خارج نطاق الأسرة، وتستطيع التصرف فيها كما تشاء، كأن تعطيها لأولادها أو إخواتها. وكان على الأم رعاية أبنائها منذ الولادة، سواء بإرضاعهم بنفسها أو إيجاد مرضعة لهم، وتكون هي المسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم. وكانت المرأة المصرية لها حقوق كاملة حتى في الطقوس الجنائزية. وكانت الزوجة تصاحب زوجها في الجلوس أمام مائدة القرابين، وفي المقابر صورة الزوجات والبنات وهن يقدمن القرابين للمتوفي. وكانت الزوجة تصاحب زوجها في التماثيل الجماعية التي عثر عليها في المقابر، وكان يتم تصويرها في كامل زينتها للتعبير عن الحب والود بين الزوجين. وتشير النصوص إلى أن الزوجة المصرية كانت زوجة مثالية مطيعة لزوجها وربة منزل جيدة، إلى جانب أن هناك الكثير من النساء الذين حكموا مصر منفردات، مثل الملكة ميلت نيت في الأسرة الأولى، والملكة خنتكاوس في الأسرة الرابعة، والملكة نيت إكر في الأسرة السادسة، والملكة سوبت نفرو في الأسرة ال12، والملكة حتشبسوت في الأسرة ال18، والملكة تاو سيرت في الأسرة ال19. أما عن أقوال الحكماء التي وصلتنا والتي تدل على مكانة المرأة في المجتمع المصري، فيقول الحكيم بتاع حتب لابنه: إذا كنت رجلا ناجحا فأسس لنفسك بيتا، واتخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك. ويقول له أيضا: الزوجة الصالحة منحة السماء لمن يستحقها. ويحذره كذلك من النظر إلى زوجة جاره، فيقول له: لا تنظر إلى زوجة جارك إذا أردت أن تصون بيتك وتصون كيانه. ويحثه على البر بأمه، فيقول له: أوصيك بأمك التي حملتك وهي التي أرسلتك إلى المدرسة حتى تتعلم. ويقول له: ضاعف مقدار الخبز الذي تعطيه لوالدتك، وتذكر حينما ولدت أنها حملتك مرة ثانية وقد أرضعتك لمدة 3 سنوات. أما الحكيم آني فينصح ابنه قائلا: تخير لنفسك زوجة منذ الصبر، عساها تنجب لك طفلا وأنت شاب. كما يقول له: لا تكن قاسيا على زوجتك في دارها، واجعل يدك معها وعاونها. ولقد حذر الحكيم آني ابنه من النساء الغريبات وارتكاب الفاحشة، فيقول له: كن على حذر من المرأة المجهولة، ولا تطل النظر إليها ولا تقترب منها، حتى لو راودتك عن نفسك، فهي جريمة يستحق صاحبها الموت. كما أخبره عن فضل الأم ومحبتها، فيقول له: ضاعف كمية الخبز لأمك واحتملها كما احتملت، فقد استمرت تحملك فوق عنقها بعد ولادتك. ويقول له: قدم الماء لأبيك وأمك اللذين انتقلا إلى قبرهما في الصحراء، وإياك أن تغفل عن هذا الواجب حتى يعمل لك ابنك ذلك. ويقول الحكيم خيتي ناصحا تلميذه قائلا: اشكر ربك من أجل أبيك وأمك الذين أوجداك في هذه الدنيا. ثم حذره قائلا: لا تتكلم بالكذب أمام أمك. ثم تفاخر الحكيم خيتي بنفسه قائلا: أنا رجل محب لأبيه ومادح لأمه وعارف لأهمية والديه. وإلى جانب أقوال الحكماء هناك الكثير من التماثيل التي تظهر الزوج وزوجته، وهو أمر تساوى فيه الملوك والعامة. وقد لعبت الأم دورا عظيما في مصر القديمة، حيث كانت رمزا للبعث والولادة، كما ظهرت تماثيل ربة الأم منذ عصور ما قبل التاريخ. وتقول إحدى البرديات إن عظام الجنين تتكون من بذرة الأب، بينما الجلد واللحم
من لبن الأم، وكانت الأم هي التي تختار اسم طفلها. وقد جاء في إحدى البرديات نص يقول: عندما ولدتك أمك على هذه الأرض نادتك باسم جميل. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، اللي أتمنى إني أكون قدرت أوصل لكم ولو جزء بسيط عن دور المرأة في المجتمع المصري، سواء كزوجة أو كأم. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتقابل في فيديو جديد قريب إن شاء الله.